في قلب الجزائر وفي جبال الحضنة ولدت سلالة بربرية ستغير مجرى التاريخ، الزيريون. قادها زيري بن مناد حليف الفاطميين ومؤسس مدينة عاشير سنة 935. وفي سنة 960 بنى ابنه بلغين مدينة الجزائر التي ستصبح عاصمة فيما بعد. ومن نفس العائلة برزت غانية أخت زيري، ومن نسلها ولدت دولة جديدة بنو غانية. في القرن ال11 أرسلوا إلى جزر البليار لحكمها، وفي ميورقة أسسوا دولة بحرية جذورها جزائرية وأجنحتها في الأندلس وصقلية. وعند ظهور دولة الموحدين في نهاية القرن ال12 رفضوا الخضوع. في سنة 1184 أطلقوا هجوما عسكريا كبيرا نحو بجاية، كفصة، غابس، طرابلس وتونس. صمدوا 50 عاما في القتال بقيادة يحيى بن غانية الذي لقب بصقر الجزر لأنه لم يرضى بالهزيمة ولم يعرف الانكسار. خطط، قاتل وأرعب خصومه. وحين مات سنة 2012 لم تسقط دولة فقط، بل طويت صفحة من الكبرياء الجزائري، لكن اسمهم وجذورهم وذكراهم بقيت محفورة في الذاكرة. سلالة جزائرية ولدت في الجبال وارتفعت أشرعتها في أعالي البحار. فإذا التقيت يوما إسبانيا من جزر الباليار يشبه ملامحك فلا تستغرب، ربما في دمه قطرة من الجزائر.